قُل لي واش باقي كتأجّل، باقي كتقلّب على الوقت المناسب؟ شوف الوقت المناسب راه ما كاينش بلا ما تبقى تقلّب عليه، دابا اليوم هذه هي اللحظة اللي بغاو نحققوا فيها داكشي اللي بغينا، خاصنا نبداو دابا ما نتسناوش حتى الغدا أولا نتسناو حتى ل9 تقدقد أولا نتسناو نهار 2 في الصباح، خاصنا نبداو دابا بلا ما تبقى تأجّل. سلام معكم يسرا، وكيما شفتوا في الفيديو ديال هاد العنوان هو التأجيل ولا الكسل. نبداو نحولوا حياتنا لما هو جيد. السؤال اللي كان يطيح في بالنا كاملين هو علاش كنأجلو؟ الكسل ماشي عيب، ولكن راه رسالة من عقلك كيقولك ما تقدرش، ولكن كيقولك راه واقيلا غدا تقدر تبدا، ولكن الحقيقة غدا ما غاديش يجي الا ما بديتيش اليوم. كل دقيقة كتأجل فيها هي راه فرصة تضيعها من حياتك. دونك فكر قبل ما انك تأجل شي حاجة اللي خصك ديرها اليوم. الحاجة اللي كنديروها اليوم ما غاديش تسنى حتى الغدا ونعاودو نديروها. راه الا بقيتي كتسنى حتى ل2 في الصباح اولا غبقيتي كتسنى حتى توصل ل9، علاش ماشي 8:30؟ علاش ماشي 48 دقيقة؟ علاش 9؟ علاش؟ حيت عقلنا تيقول لينا دائما غدا غيكون احسن. لا راه ما غاديش تقدر، خلي حتى لغدا. دونك ما نخليوش عقلنا يتقلب علينا اولا يخلينا نأجلوا الحاجات المهمه اللي خصنا نديروها اليوم، حيت الا ما بديتيش عمرك غادي تبدا. البدايه اللي دائما كتكون صعيبه، دونك الحقيقه هي خصك تبدا. ايوا كيفاش شفتوا كيفاش غادي نهزموا اولا نقضيو على هاد الكسل ديالنا وهاد التأجيل اللي كنديروه كل مره وكل دقيقه وكل ثانيه. اول حاجه غادي نوريكم الطرق اللي تقدر انكم تخليكم تقدروا تاجلوا اي حاجه، لا الخدمه لا الدراسه، لانك تعلم مثلا 15 دقيقه في النهار لغه جديده او لا دير شي حاجه في حياتك. اول حاجه غير دقيقه واحده. ايوا كل مره كتحس براسك ما قادر حتى شي حاجه قول غير نحاول غير واحد دقيقه نشوف هادشي كيفاش داير. بدا هذيك المهمه بهذيك الدقيقه الاولى، وغالبا غادي تكمل ساعه 15 دقيقه نص ساعه بلا ما تحس. تاني حاجه هي قسم المهام ديالك. المهم الكبير كتخوفك قسمها الفصول اللي هما صغار. مثال عندك شي كتاب بغيتي تقراه اولا شي روايه اولا شي ارتيكل بغيتي تقراه، فراه اول حاجه خصك دير ضروري ما غادي يخلعك داك الكتاب اللي فيه واخا غير 100 صفحه، ضروري ما تخلعك ديك الارتيكل اللي فيها 10 صفحات، ضروري ما غادي تخلعك ديك الروايه اللي فيها 1000 صفحه. شنو غادي دير؟ غتقسم كل بارتي اولا الكتاب اللي بغيتي تقرا غادي تقسمو كل نهار تقرا صفحه مثلا. راه غير الا قريتي صفحه واحده وبديتي بها راه مزيان. المهمه الكبيره كتولي سهله الا قسمتي ودرتي واحد الخطوات اللي هما صغيورين. دونك ثالث حاجه نهضروا عليها هي المكافاه الصغيره. ملي كتكمل اي خطوه اي مهمه درتيها كافئ راسك بشي حاجه اللي هي بسيطه. ما نعرف، موسيقى، شي كاس ديال الاتاي، شي جمع مع العائله ديالك مع ماماك باباك اختك الا كانوا عندك. المخ ديالك كيبغي المكافآت. علاش كيبغي الدماغ ديالنا المكافآت؟ باش هكا كيزيد يتحفز. حيت انسان مثلا انت الا قلت لك انا غتقري ليا الدراري الصغار واحد السيمانه وما غاديش نعطيك مكافاه، واش غادي تكمل معايا؟ بيان سور لا ما غاديش تكمل معايا. دونك الا خلصتك غتكمل معايا ديك الساعه، وي بيان سور غتكمل معايا. علاش؟ عطيتك حافز اللي هو الفلوس. فراه كيف ما الحياة دايرة هكا حتى عقلنا داير هكا. الا كنتي كتكافئو كل مرة درتي شي مهمة اللي هي صغيرة فهكا كيزيد يتحفز انك دير ديك الحاجة باش يعاود ياخد ديك المكافأة. ربما استراحة كيف ما قلت لكم، ربما شي بيمو، شي كاس ديال اتاي، شي ضحكة، شي حاجة. دونك هكا كيخدم الدماغ ديالنا. نحاولوا حتى شوية نقلبوا الدماغ ديالنا باش نخدموه مزيان. رابع حاجة نهضروا عليها هي روتين يومي. الروتين اليومي كنقصد بها بانه شي عاده الا مشيتي عليها واخا غير سيمانه فراه حتى عقلك كيمشي مع ديك العاده. يقدر عقلك الا ما درتيش ديك العاده فراه كيولي ملزم انك دير ديك العاده.
نظم نهارك، وقت ديال الراحة، وقت ديال القراية، الوقت لشي حاجة نديرها كتعجبني، الوقت اللي نخرج فيه مع صحابي، حيت الروتين كيخلي عقلك منظم، ما كيبقاش عنده عذر باش انه يأجل. بحال مثلا الوقت ديال القرايه، الا كان عندك الوقت ديال القرايه هو من بعد الفجر، فراه عقلك راه ما يمكنش ليه يأجل القرايه حتى لستة العشيه، فضروري ان الوقت ديال القرايه ديالنا هو من ورا الفجر. الوقت ديال الراحه مثلا هو 9 ديال الليل بحال هكاك، 9 ل10، من 9 ل10 ساعه، هذاك هو الوقت ديال الراحه اللي كندير فيه روتين ديالي سكين كير. بالنسبه للبنات كنرتاح فيه ولا شي حاجه، دونك عقلك اوتوماتيكمون كيخلي هذاك الوقت هو للراحه، باغاك يخوى شويه. الوقت ديال الهوايات، السبت والحد مثلا اولا الحد كتخرج فيه، فتا عقلك فيما كيجي الحد كيقولك يلا نوض نخرجوا نمشيو نجربوا شي حاجه جديده. دونك هادو هما الخطوات اللي تقدر دير باش راسك ما يأجلش، باش ما يقولش دماغك لا خليو حتى الغدا. ايوا تخيل راسك من بعد واحد الشهر ما كتأجلش، كدير دوك المهمات اللي عندك بالوقت ديالهم، درتي شحال من حاجه، شحال من نجاح حققتي. السر كامل هو تبدا دابا، ما تسناش غدا، ما تسناش حتى توصل 9، ما تسناش حتى يوصل 2. لا، هذه هي الطريقه ضد الكسل، ضد التأجيل. البدايه الدقيقه الاولى كتكون صعيبه، ولكن الدقيقه الثانيه كتكون سهله. الحياه كاملة ديالنا كتوقف على عقلنا، كيفاش اننا نخليوه يستوعب، ما خصناش نأجلو. دابا قرار بين يدك، تبقى تأجل كل نهار ولا تبدا دابا الدقيقة الأولى وتبدل حياتك. ايوا هذه هي لافان ديال الفيديو ديالنا، نتمنى تكونوا استفدتوا شي شويه وقررتوا انكم تبداو الدقيقة ديالكم الأولى دابا. خلي لي كومونتير، شارك الفيديو مع صحابك، وما تنساش دير ابوني. كانت معكم يسرا، في امان الله. كان خفيف، فيديو وظريف، نتمنى يعجبكم.